عاوزه اقول لك بقى ان بعد الفيديو ده مستحيل تعملي الفراخ المشويه في الفرن غير بالطريقه دي. النهارده هنعمل مع بعض تتبيله حلوه جدا للفراخ المشويه، تطلع معانا الفراخ كده جوسي وطريه، والطعم بقى مش قادره اوصف لكم. ريحتها بتجيب اخر الشارع. اضافات بسيطه خالص على التتبيله هتنقل معانا الطعم في حته تانية. فيلا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول. بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا وصفتنا نشوف عملناها النهارده ازاي. معايا هنا بصلايه مقطعاها مكعبات، طماطمايه مكعبات، قرنين فلفل حار الاحمر، ومعايا قرن فلفل رومي اخضر. هضيف ده بقى كله في الكبه بتاعتي وابدا افرمهم كده فرم ناعم. هبدا بقى افرمهم كده فرم ناعم لغايه ما تنعم معايا وتبقى معايا بالشكل ده. هنزل بقى بالتتبيله بتاعتي دي واضيف عليها الاضافات بتاعتي اللي هي عباره عن معلقه كبيره كده من الخل، معلقه كبيره من الصويا صوص، هضيف عليهم معلقه كبيره من الكاتشب، لو مش متوفر كاتشب تقدري تضيفي معلقه من معجون صلصه الطماطم، نص معلقه صغيره كده من المستردة. وعايزه اقول لك المستردة بتنقل التتبيله في حته تانية بصراحه. البهارات بتاعتي عباره عن ملح وفلفل اسود، معلقه كبيره من بهارات الشوي، معلقه كبيره كده من البابريكا، عليهم نص معلقه صغيره من الكاري. عايزه اقول لك طعم وريحه التتبيله بجد كانت خطيره. وانت بتقلبي كده هتشمي ريحه التتبيله، شكلها اصلا لوحدها يفتح النفس. في الوقت ده هضيف عليها كده معلقتين كبار من الزيت، وهضيف عليهم عصره نص ليمونه، وبكده تكون جهزنا مع بعض احلى تتبيله للفراخ المشويه. الريحه لوحدها كفايه. جبت بقى الفرخه بتاعتي حسب بقى الوزن اللي انت مستخدماه. النهارده الفرخه بتاعتي كانت وزنها 2 كيلو. هبدا بقى اعمل كده فتحات كده في الفرخه بتاعتي عشان لما اجي اتبلها التتبيله بتاعتها تدخل في جوه بقى تحت الجلد كده وفي اللحمه بتاعنا. هنزل بقى هنا بالتتبيله على الفراخ بتاعتي وابدا بقى ادعكها كويس جدا لغايه ما تتشرب كل التتبيله اللي معانا. عايزه اقول لك ريحه التتبيله بصراحه كانت خطيره. متاكده ان انت هتجربي وصفه النهارده لانها بجد حلوه جدا، ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. هبدا بقى ادخل بقى التتبيله دي تحت الجلد كده عشان الفراخ بتاعتنا تتشرب. وطبعا كل ما الفراخ قعدت في التتبيله مده اكتر ادتلك طبعا نتيجه افضل. هدعكها بقى كويس جدا في التتبيله، وبعد كده بقى هغلفها كده بالورق الفويل وادخلها الفرن في الرف اللي في الوسط، واسيبها بقى تعيش حياتها كده، تاخد مدتها تستوى معانا وتطلع معانا خطيره. طبعا اول ما بتستوى بشيل ورق الفول عشان تاخد معانا اللون الخطير ده. بصراحه ريحتها كانت قلب الدنيا، شكلها بيتكلم عن نفسه. تتبيله فراخ مفيش ولا اسهل ولا اروع من كده، طعمها وريحتها خطيره. تقدري بقى تقدميها كده مع عيش وطحينه، رز بسمتي، تقدميها مع رز بشعريه، مش هتقولك لا في اي حاجه. خطيره جدا، اللحم بتاعها طري كده وجوسي وطعمها وريحتها خطيره. اتمنى وصفه النهارده تكون سهله وبسيطه، اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديده.